بسم الله الرحمن الرحيم. انتهت منذ قليل مباراة النادي الأهلي ضد المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري. المباراة انتهت بنتيجة 4-2 للنادي الأهلي. النادي الأهلي بدأ التشكيلة بتاعته بطريقة 4-3-3 كالمعتاد. الشناوي في حراسة المرمى، قدامه محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل كوكا. في نص الملعب ثلاثة: عمرو السولية، إمام عاشور، مروان عطية. وقدامهم طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، ووسام أبو علي. المباراة بدأت بأحداثها، مباراة سخنة رهيبة. كور وهجمات من نادي المصري البورسعيدي. بادر المصري البورسعيدي عن طريق صلاح محسن لاعب النادي الاهلي السابق ولاعب المصري حاليا في الدقيقه 6، عشان بعدها على طول كابتن عماد النحاس يعمل قصيه حركه تقلب الملعب واللاعيبه كلها تبقى مركزه بنسبه 100%. كابتن عماد النحاس عمل زي ما مانويل جوزيه كان بيعمل مع كل الجيل بتاع جيل 2005 و2006، ان هو قوم اللعيبه كلها. بمجرد ما تسجل فينا الجول من النادي المصري، قوم اللعيبه كلها تسخن، بحيث يبعت رساله للعيبه اللي في الملعب انه ما حدش اقوى من النادي الاهلي. اي حد مش مركز هيخرج بره التشكيله على طول، وحتى لو اول 6 دقائق في المباراه. عشان تيجي الدقيقه 35 من احداث المباراه، ذا كينج، افضل لاعب في الدوري المصري، امام عاشور، يعدل النتيجه. تستمر هجمات النادي الاهلي برمي السهام ليسجل الهدف الثاني عن طريق وسام ابو علي، لكن الحكم احمد الغدور، انا ما اعرفش بصراحه السبب، رجع للفار او عمل تشيك لمده 3 دقائق. رجع حكم الفار استدعاه: تعالى شوف، اتفرج على الكوره، شوف هي هتحسبها ولا مش هتحسبها. رجع ما اعرفش حسبها تسلل على اشرف بن شرقي، ولا هو عشان رفع رجله حسبها فاول عليه. المهم ان الهدف اتلغى في النهايه. لكن تستمر الهجمات، والنادي الاهلي لم ييأس في تأمين النتيجه، وزاحم بالهجوم اكثر ليسجل الهدف الثاني عن طريق طاهر محمد طاهر في الدقيقه 47، لكي يبصم ان لم يمر الشوط الاول الا بتقدم المارد الاحمر بنتيجه 2-1. بدأت احداث الشوط الثاني بضغط اهلاوي رهيب من كل الجهات. النادي الاهلي هاجم هجمات متكررة وعرضيات من هنا ومن هناك، ليأتي الفدائي وسام أبو علي في الدقيقة 57 ويسجل الهدف الثالث من ركلة حرة مباشرة. ولا أروع ولا أجمل بفقد ذكريات الماجيكو محمد أبو تريكة. كورة على بعد أكثر من 18 20 متر، يحطها من فوق المدافعين. ولا أروع على يمين محمود جاد ليسجل الهدف التالي ويبصم بتأمين النتيجة في الدقيقة 57. تستمر الهجمات الأهلوية حتى ضغط متكرر من النادي الأهلي، ليأتي الجولدن بوي، أفضل لاعب في الدوري المصري بلا منازع، إمام عاشور، جراو يتلاعب بالدفاع المصري، ياخد باهر المحمدي يمين في شمال، يمين في شمال، هوبا مخالفة من باهر مقالة لإمام عاشور، هوبا الحكم يحسب ركلة جزاء ليتصدى إليها أو يتقدم إليها إمام عاشور، يسجل الهدف الرابع ويبصم بالعشرة انه محدش هينتزع صداره الدوري مني المره دي، وهبصم بالعشره ان انا افضل لاعب في الدوري المصري برصيد، وهداف الدوري المصري برصيد 11 هدف. لكن المصري البورسعيدي لم ييأس ولم يستسلم، وحاول تعديل النتيجه بالفعل، وسجل الهدف الثاني عن طريق فخر الدين بن يوسف بعد عرضيه ولا اروع من كريم بامبو، عشان يرتقي ليها فخر الدين بن يوسف من قدام مصطفى العش ويسجل الهدف الثاني للمصري البورسعيدي. استمرت الهجمات للمصري البورسعيدي حتى في الدقيقه 86، تسديده من كريم بامبو، لكن او في الدقيقه 85 يتصدى لها الشناوي. ولا اروع ولا ابصم من كده، مفيش اروع من كده، مفيش اجمل من كده. صدها حلو قوي بطريقه شيك، طريقه تعمل كده سسبنس في الملعب. التسديده كانت صاروخ ارض جو او قويه جدا من كريم بامبو، لكن محمد الشناوي كان معاها بالمرصاد. تنتهي المباراة ومعها صدارة النادي الأهلي لجدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، في انتظار مباراة بيراميدز غدا ضد النادي الأهلي. في النهاية عايز أقول ألف مليون مبروك للنادي الأهلي على الأداء الأروع الأجمل منذ بداية الدوري، وأقول هارد لك طبعا للمصري البورسعيدي، وحاليا في ممكن الثالث أو الرابع، وإن شاء الله ممكن يشارك في الكونفدرالية. ليه لا؟ ليه لا؟ كل التوفيق لكابتن عماد النحاس وجهازه المعاون، كابتن محمد شوقي، كابتن محمد يوسف والجهاز المعاون بالكامل. كل الدعم للاعيبه النادي الاهلي، والحمد لله كابتن عماد النحاس قدر ان هو يفهم او يرجع الثقه للعيبه من تاني. اساسيات نص الملعب بدات ترجع من تاني، وهي طريقه اللعب اللي كنا بنلعب بيها في طريقه 4-3-3، ان
باختصار مركز 8 بقت ليه واجبات اكتر، احنا بنلعب بقينا بثمانيتين بعد ما كنا ايام كولار بنلعب بثمانيه واحده وستتين، كنا بنلعب باكرم توفيق وجنبه مروان عطيه وامام هو اللي ثمانيه بس. لكن احنا حاليا مع كابتن عماد النحاس بنلعب بثمانيتين، كابتن عمرو السوليه وكابتن امام عاشور، وكمان كابتن عماد النحاس بيخلي مروان عطيه ياخد ادوار هجوميه زياده وان هو يتحرك ويلعب بوش رجله. باختصار كل الهجمات النادي الاهلي ان هي بتنقل الكوره في نص الملعب بطريقه مباشره، اللي هو انا بلعب السهم، بخلي المدافع او الباك اليمين والباك الشمال يكسروا ويوصلوا لنص الملعب، ياخدوا معاهم الوينج يضموا لنص الملعب الخصم، واخلي افتح زاويه او افتح مساحه لنص الملعب بتاعي، سواء كان عمرو السوليه او كان امام عاشور او حتى مروان عطيه، واخلي الوينج يدخل كمان داخل عمق ال 18. ودي كانت من الاساسيات اللي احنا مفتقدينها، ان المدافعين او نص الملعب بتوعي والوينجات بتوعي ما كانوش بيقطموا لل 18، كان كلهم بنلعب ايام كولر لعب عشوائي، لعب مباشر، اللي هو انا بلعب على الخط وبس، ما بكسرش ولا بدخل في العمق. ودي اهم حاجه، ان احنا رجعت لنا اساسيات نص ملعب مركز 8 من تاني، الوينجات ان انا بسحب كنص ملعب 8، باخد الكوره او بستلم الكوره في نص الملعب بتحرك بيها، باخد معايا مدافع وبخلي الوينج اللي معايا يقطم في ال 18، سواء انا كنت بقى عملت له عرضيه، سواء ان انا بصيت له او كسرت له خط التسلل وخليته مواجه للمرمى مباشره، او حتى عملت له عرضيه. في النهايه انا بقيت بنوع في الهجمات بتاعتي وبنوع في تسجيل الاهداف. انا النهارده سجلت هدف من ركله حره مباشره، من فاول مباشر، سجلت من ضربه جزاء، سجلت من راسيه، وسجلت كمان من عرضيات داخل ال 18 وكوره ثانيه داخل ال 18. فحوار انك انت بتنوع في الهجمات بتاعتك، فدي حاجه حلوه جدا. كل الدعم للنادي الاهلي، كل الدعم للكابتن عماد النحاس، وان شاء الله ان شاء الله الدوري في الجزيره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.